يا جماعة عاملين ايه؟ جاي اتكلم معاكم في حاجات انتوا كنتوا طالبينها يعني. اول حاجة عن انا بذاكر ازاي. انا بمشي يومي بمعنى اصح 8 زائد 8 نظام، يعني 8 زائد 8 زائد 8. ايه هو نظام 8 زائد 8 زائد 8 ده؟ نظام سهل، خلي بالكم يا جماعة وبجد هينفعكم. اول حاجة، اول 8 ساعات يا جماعة بيبقوا للنوم، وتاني 8 ساعات بيبقوا للمذاكرة. يعني لو انتوا هتذاكروا 4 مواد، يعني كل مادة هتاخد منكم ساعتين، وده هيبقى حلو قوي على الخطة اللي انا كنت عاملها لكم، اللي هي بتاعت ان انتوا كل يوم تذاكروا 4 مواد عشان تخلصوا المنهج، يعني في 20 يوم او ازيد من 20 يوم، يعني ممكن 25 يوم او 23 يوم. تمام. اخر 8 ساعات دول مفروض ان انتي تصلي فيهم وتاكلي، وكمان ان هو انت هتقعدي يعني هتتعلمي اي حاجة، او هتروحي حتى تمرين او هتروحي دروس، يبقوا من 8 ساعات دول. النظام ده بقى مش بيمشي ليه مع الناس كلها، لان في ناس وراها مدارس ودي حاجة معروفة جدا، بس عشان ثانوي منازل، في الموضوع بالنسبة لي النظام ده تحفة. تمام. في ناس بقى تانية بيعملوا ايه، ولا ده ولا ده، بيعملوا اصلا حاجة تانية خالص، ما بيروحوش اصلا المدرسة، بس بيعملوا شبه كده. مش بيعملوا شبه قوي يعني، بس بيعملوا نظام تاني. بيعملوا 12 ساعة نوم. في ناس يا جماعة بيناموا كتير قوي، فالموضوع ده يعني ولا جميل ولا وحش، معرفش، ما اقدرش ادي افتاء فيه. تمام. 12 ساعة بيناموهم بمعنى الكلمة، بيناموا ال 12 ساعة عشان يعرفوا يركزوا باقي ال 12 ساعة. 12 ساعة تانية بقى بياخدوا منها 4 ساعات اتوقع، بيقعدوا يروحوا فيها دروس والكلام ده، والباقي بيقعدوا يذاكروا فيه. النظام ده برضه ممكن ما يمشيش مع ناس، فانتوا يا جماعة شوفوا، اظبطوا يومكم. لو ظبطتوا يومكم الموضوع هيبقى سهل جدا. تمام. حاجة ازيد يا جماعة، موضوع اللي احنا خلاص يا جماعة، احنا في بداية الشهر، هو شهر ديسمبر. يعني انتوا ممكن تغيروا حياتكم كلها في شهر واحد بالانضباط. ممكن بجد تعملوا حاجات كتير قوي في شهر واحد وانتوا مش عارفين. تمام. اول حاجه، ما ينفعش تصحوا كده من النوم بسم الله ما شاء الله، يعني تصحوا كده تقولوا الله اكبر انا هقوم اعمل كذا كذا. لازم تكتبوا الحاجه اللي عليكم، لان اللي ما بينظمش يومه آه، اليوم بيسوق معاه يعني، بيمشي على كيفه. اليوم بيمشي على كيفه بمعنى الكلمه. فانت لو ما ظبطتيش يومك، يعني انت لو ما صحيتيش كده من النوم، مسكتي كده حاجه شبه دي كده وكتبتي انت ايه الحاجات اللي عليكي، شبه ما انا بصحى الساعه 5 وبكتب الحاجات اللي عليا، فدي حاجه بجد هتفيدكم وهتخليكم عارفين ايه الحاجات اللي عليكم، عشان اول ما تخلصوا الحاجات اللي عليكم دي هتكونوا خلصتوا وحسيتوا بالانجاز. ما اقدرش يا جماعه اقول لكم ما تقعدوش على الموبايل، بس انا اقدر اقول ان احنا نقلل على الموبايل، لان يا جماعه الموبايل يعني مش رفاهيه، موبايل حياه. ليه؟ لان كل حاجه دلوقتي بقت على الموبايل. يعني انت لما بتقعدي على الموبايل بتقعدي على اليوتيوب تسمعي الدروس وحاجات كتير جدا. يعني ما اقولش ان انتوا ترموا الموبايل بعيد، بس انتوا ممكن تعملوا وانتوا بتذاكروا كده، تروحوا جايين قافلين الاشعارات او عدم الازعاج، عشان محدش يجي يعني حد يبعت رساله وانتوا تلاقيكوا فجاه رحتوا رديتوا على الرساله. تمام. في حاجه ليا اهم حاجه يا جماعه، لازم نضبط نومنا. يعني المفروض ننام بس 8 ساعات بالظبط، ده لو تقدروا، او ممكن تزودوا براحتكم، بس اهم حاجه ان انتوا تكونوا على السرير الساعه 11 او 10، ده اقل حاجه، عشان تصحوا الساعه 5. انا مش عارفه بنام الساعه كام، المهم يعني انا بصحى الساعه 5. اسمه ايه ده. في تاني مشكله معايا دلوقتي، ان انا لما باجي اراجع، هو انا قدامي ساعتين بس. ساعات مدرسين يعني مستر عبد الرحمن، هو بس ما نزلش غير حبه دروس كده على اليوتيوب، ان شاء الله في الترم التاني ابقى اشترك معاه. بس مستر عبد الرحمن بينزل الدرس، يعني الدرس الواحد ممكن ازيد من ساعتين. يعني الدرس الخواص الفيزيائيه للماء انا دلوقتي براجعه. تمام. انا عشان اراجعه لازم اسمعه من اول وجديد، فتمام، عشان بقى ابدا اكتب ملخصات. تمام. ف تخيلوا ان الدرس يعني مش 3 ساعات، هو عامل ده جزء وده جزء وده جزء، وكل واحد جزء في ساعة او ساعة ونص كمان. فموضوع ساعات بقى بيطول منكم، فبتضطروا مش بتضطروا تفصلوا، انتوا لازم تفصلوا تاخدوا حاجة وترجعوا بس تكملوا. حتى كده انتوا ممكن تزيدوا، يعني ممكن تاخدوا على حساب مادة تانية، يعني مش ان هو انتوا متاخدوهاش، لا. يعني انتوا لو بتذاكروا الفلسفة ساعتين،
فممكن الساعتين دول انت بس تخلصي مع مستر طه رمضان ساعة او نص ساعة، فهيبقى لك حبة، فالحبة دول تستفادي بيهم في مادة تانية. تمام. ايه تاني يا ربي؟ ليه يا جماعة في فترة الامتحانات ليه لازم ننام؟ يعني خلاص احنا خدنا الحاجات، يعني خلاص راجعنا، لازم ننام. ليه ما ينفعش نقول لا انا هطبق واروح المدرسة، يعني هروح بالامتحان ده؟ يعني ده لو في ناس بقى بجد بجد بتعمل الحوار ده وبتزنق نفسها زنقة الكلاب. تمام. اسمه ده. فانتي المفروض يعني بصي انتي خلاص لخصتي المنهج كله، لازم تنامي على الاقل ساعة. ليه؟ لان انت لو ما نمتيش انت هتبقي قاعده طول الامتحان انت عايزه تنامي، ولما تخلصي الامتحان هيبقى وراكي درس مراجعه وانت مش هتعرفي تروحي درس المراجعه لانك هتكوني هتموتي وتنامي. فالموضوع ده هيأثر عليك جدا، حتى لو انت ساعه هيبقى احسن من انت ما تناميش خالص. فانا زمان كانت يعني في سنه تالتة اعدادي يعني كانت بجد مبوظه الدنيا، فكنت يعني معنى الكلمه كنت بنام ساعتين او 3 ساعات وباقي اليوم كنت بشتغل، يعني بشتغل على المذاكره. تمام. فلما بقى خلاص فجت في اللي هو في الفترة الأخيرة دي موضوع الامتحانات جت في الامتحانات اللي هي الأصعب، وعقلي خلاص كان بيفصل هيموت وينام، فكنت بنام وكنت بنام نوم يعني مش عارفة أقول ايه. بس المهم يعني دلوقتي خلينا نعمل في قدامنا أحسن. ما تقعدوش يا جماعة تفكروا في الفشل، لأن انت لو قعدت تفكروا في الفشل عقلكوا لوحده كده عايز يفشل. لازم تحطوا قدامكم خطة معينة. يعني انتي عايزة، يعني انا شبهي كده، انا عايزة اقفل الترم ده عشان اخش تانية، وانا لو ما قفلتش الترم ده انا مش هخش تانية ولا هخش اي حاجة. تمام. لازم يا جماعة يكون قدامكم هدف، ومش الهدف ده ان انتوا تكونوا قاعدين خايفين، لا، تكونوا قاعدين وبتسعوا ورا الهدف ده، مش قاعدين حاطين ايديكوا على خدكوا وانا لو ما خلصتش انا هيحصل لي كذا، انا هيحصل لي كذا. لا، انتوا المفروض تشتغلوا دلوقتي، تبدأوا تجتهدوا دلوقتي عشان تلاقوا تعب مجهودكم المهم يعني مجهودكم يعني تلاقوه، وما تحسوش ان انتوا كنتوا بترموا كل ده، بترموه على الفاضي، كل الوقت انتوا كنتوا بتعملوه ده على الفاضي. في ناس يا جماعة كتير جدا، انا عارفة ان في ناس كتير بيكسلوا، يعني انا باجي ايام والله وفي يوم مني بيسقط، يعني بيسقط ما اعرفش اذاكر فيه غير مادتين او 3 او كمان مادة واحدة ساعات. فانا عارفه الساعات الحوار ده بيبقى يعني صعب، ان انت كل يوم تمشوا كل يوم على 4 مواد صعب برضه عليكم، بالذات المدرسه والكلام ده، فالموضوع بيبقى صعب. فانتوا ممكن ما تمشوا على الخطه دي، سهله جدا ان انتوا تعملوا خطه بنفسكم. يعني تفتحي كده، تمسكي الكتب كلها تطلعيهم تحطيهم، وتطلعي كراسه شبه دي كده، وتبداي تكتبي ايه الحاجات اللي عليكي وايه الايام اللي فاضلالك عشان تراجعي فيهم لنفسك. مش بقولك تراجعي فيهم ان انت تراجعي مع المدرس، تراجعي لنفسك ان انت بتسترجعي القديم عشان تقدري تكملي، عشان انتوا كده تلاقيكوا. غير كده انتوا ممكن اصلا يعني تتذكروا مش شبهي، يعني انا ما كنتش بمتحن ولا بنزل دروس ولا الكلام ده، فالموضوع بيبقى صعب معايا اكتر، بالذات ان المدرسين اللي كانوا على اليوتيوب دلوقتي نصهم اصلا مبقوش ينزلوا، فانا بقيت بتفرج على حصص قديمه، فالموضوع حاجه استغفر الله. ودي حاجه بتعلمني ان انا الترم التاني لازم اشترك، بس عشان كان في سنه اولى والترم الاول وانا اصلا معرفش مدرسين وخايفه اشترك مع حد وما فهمش منه. يعني صاحبتي اشتركت مع مستر علوم متكامله غير عبد الرحمن، هي فهمت برضه من مستر عبد الرحمن، بس احنا قلنا هنشترك معاه في الترم التاني. المهم فتخيلوا اشتركت معاه وهي بجد يعني بتقولك هي فهم، بتقول ان هي فهمت مستر عبد الرحمن بس مش فاهمه من مستر اللي هي بتاخد معاه اللي هو اشتركت معاه، فالموضوع يعني مؤسف. وغير كده ان انا لغايه دلوقتي ما اشتركتش مع مستر عربي، والعربي معايا زي المنحدر، يعني سقط شبه المنحدر هكذا. المهم يا جماعه انا مش عارفه اتكلم واقول ايه بجد، بس